وأنا واحدة في تالتة علوم حاسب أخدت في discrete mathematics موضوع كان اسمه finite state machine. فكان بيتكلم على الاوتبوت والانبوت ازاي بيترجموا جوه الكمبيوتر وكده. من ضمن الأمثلة كان مكنة ال ATM. فلما روحت سألت بابا سؤال كان نفسي أسأله من زمان. هو مكنة ال ATM انتوا بتسحبوا منها فلوس وانا ما عنديش اي مشكلة ان انتوا تسحبوا منها فلوس. الفلوس دخلت لها ازاي بقى؟ فهو بيشرح لي يعني التعامل مع السيستم وكده، ولو أنا عايزة أعمل إيداع، عايزة إن أنا أسحب، لو هاعمل إيداع فأنا باحط فلوس جوه المكنة، غيري جاي يسحب فهو بيسحب من الفلوس اللي أنا حطيتها. يعني الموضوع عامل زي إن إحنا بنمشي مصالح بعض. لأ وأنا إيه اللي كنت مفكرة إن في حد بييجي كل يوم الصبح بدري بيشوف المكنة فيها فلوس قد إيه، يعني في موظف كده بييجي كل يوم الصبح بدري بيتابع الاستهلاك بتاع المكنة وبيحط فيها فلوس والكلام ده. بابا قال لي لأ، ده في حد قاعد جوه المكنة بيشوف انت عايزة تسحبي ايه بيعدهم وبيديهم لك. فيعني ما كانش ينفع ان انا اعدي الموضوع كده من غير ما نعمل مكنة الاي تي ام بنفسنا. ده الكود انا قعدت ساعة بكتب في الكود، هو مش ساعة ولا حاجة، بس المهم ان ده الكود عملت كده. يعني ميني اي تي ام. تعالوا نجربه. وبعد كده هنمسح الكلام ده كله ونشتغل الكود من البداية من أول هاش انكلود لحد ما نخلصه كله بإذن الله. الكود شغال معانا ازاي في البداية كده؟ هو زي ما قلنا ده ميني اي تي ام. اه ما هو انا لما دوست هنا ماشي. ميني اي تي ام. يعني ايه ميني اي تي ام؟ يعني ميني اي تي ام على قدنا. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بيفتح معانا بالشكل ده. بيقول لي انتر الاي دي بتاعك، وانا الاي دي بتاعي انا مسجله في السيستم والاي دي بتاعي 11. بعدين بيقول لي دخّلي المفروض اللي هو الباسورد بتاعتِك يعني. وليكن أنا عاملاه باسورد سهل جدًا عشان أتسرق بسرعة، عاملاه من 1 لحد 4. قال لي welcome علشان هو لقاني خلاص عنده فبيرحّب بيّا وبيقول لي بقى إن أنا أختار رقم من ال4 دول. أول حاجة اللي هو اللي أنا باتابع الاستهلاك، تاني حاجة لو أنا عايزة أحُط فلوس، تالت حاجة لو أنا عايزة أسحب فلوس، الرقم 4 لو عايزة أخرج. فأنا مثلًا هاشوف أنا معايا فلوس كام. قال لي أنتِ معاكِ 1000 جنيه. حلو. طب دلوقتي أنا عايزة أحُط فلوس فهادوس رقم 2. قال لي دلوقتي عايزة تحطّي قد إيه؟ يعني كام الفلوس اللي عايزة تحطّيها مثلًا؟ أنا هاحُط 300 جنيه علشان هم دول اللي معايا. فقال لي done إحنا حطيناهم لِك. طيب دلوقتي كده عايزة حاجة من القايمة والّا تدوسي 4 وتخرجي؟ ممكن إن أنا عايزة أسحب فلوس. ماشي، فمحتاجة تسحبي كام؟ ممكن أسحب 1500 علشان عايزة أشتري فستان وكوتشي وشنطة وكده. قال لي لأ، في حاجة غلط، إن الفلوس مش هتكفّي. ليه الفلوس مش هتكفّي؟ هو أنا معايا كام؟ لو دوست 1 عشان أستعلم عن الرصيد تاني هيقول لي أنتِ معاكِ 1300. فقُلت حلو، أنا عايزة أسحبهم من رقم 3. هتسحبي كام؟ هاسحبهم كلّهم عشان أنا واحدة باخلّص فلوسي أول بأول. دلوقتي كده خلاص سحبت الفلوس وقال لي done أنتِ سحبتِ، وعاملة نجمتين. ليه؟ علشان أنا يعني باستفزني، اللي هو أنا سحبت الفلوس وخلّصت فلوسي كلّها بيقولوا لي done ماشي. دلوقتي كده لو عايزة أخرج من البرنامج هادوس على رقم 4. قال لي شكرًا ومع السلامة. بس كده. هو ده ماكينة الATM بأسهل طريقة ممكنة. دلوقتي يالّا بينا بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل كده أهو، ونطلع كده أهو. لأ ثواني، نعمل كده أهو ونطلع فوق، نمسح من أول هنا. يالّا بقى بينا نبني السيستم بنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كده علشان نبني سيستم الATM إحنا محتاجين نسأل نفسنا كام سؤال. هو محتاجة أعرف إيه؟ محتاجة إن أنا أكون عارفة عن الuser الID بتاعه، محتاجة أعرف الpassword اللي هو حاططها، محتاجة أعرف هو حاطط فلوس كام. بعد كده الuser ممكن يسأل عن الفلوس بتاعته، ممكن يدخّل فلوس تاني، ممكن يسحب، كده يعني. مش في البداية هو أنا عندي user واحد والّا عندي كتير؟ لأ أنا عندي كتير. فأنا هاحطهم في مصفوفة، صح كده؟ علشان أنا عندي كتير. فدلوقتي هاعمل integer هاسميه مثلًا ID. ماشي، دي مصفوفة الأيديهات. وهي طالما مصفوفة يبقى هاعمل كده الsize بتاعها إيه بقى؟ وليكن أنا دلوقتي أنا نعمل نسخة مصغرة من الATM. فأنا الsize بتاعي 2 بس. أوكي، أنا عندي هُم شخصين، يعني الsystem بتاعي عاملاه لشخصين بس. وبيساوي وهادخّل بقى إيه الID بتاعة الشخصين دول. وليكن أول واحد الID بتاعته 11 والتاني الID بتاعته 22. هاعمل السيميكولون وهانزل تحت. دلوقتي أنا هاعمل مصفوفة تانية فأدي integer. المصفوفة التانية بقى هتستقبل الباسورد وليكن هاسميها بن. ماشي، والsize بتاعها 2.
الsize بتاعها 2 وبتساوي هادخّل بقى جواها الباسورد بتاعة الناس، أول واحد الباسورد بتاعه وليكن 1، 2، 3، 4 وتاني واحد وليكن 5، 6، 7، 8 ماشي، وآدي هنا السيميكولون وهانزل تحت. دلوقتي كده كل واحد منهم حاطط فلوس، فهاعمل مصفوفة كمان وهاسميها money. حلو كده، هاسميها money والsize بتاعها برضه 2 تمام، وبعد كده بعد كده اللي هي بتساوي إيه، كل واحد حاطط فلوس، فمثلًا أول واحد ده حاطط وليكن 1000 جنيه وتاني واحد ده مثلًا حاطط 5000 جنيه وآدي هنا السيميكولون. طب طالما أنا عندي مصفوفات وهكذا فأنا هاعمل متغير للindex، فدلوقتي هاعمل متغير وهاسميه index. حلو كده، هاسميه index عادي جدًا وأدّي له قيمة وليكن -1 لإن هو أصلًا أنا مش عندي -1 صح؟ فلمّا يكون الindex -1 معناه إن هو مش موجود عندي، هنستعملها كمان شوية، بس -1 ده أصلًا هو مش موجود عندي، أنا موجود عندي index 0 وindex 1 أوكي؟ طيب كده يعني أنا دخّلت عندي المتغيرات دول، في البداية كده لمّا الuser يفتح سيستم الATM هو بيلاقي رسالة بتيجي له رسالة كده مثلًا دلوقتي نرحّب بيه أو نقول له إن إحنا السيستم ده مثلًا إيه mini ATM زي ما كنت عاملاها في البداية، فطالما إن أنا عايزة أعمل كده هاعمل إيه، هاكتب cout هانزل تحت هنا وهاكتب cout عشان أطبع رسالة لازم أكتب cout صح كده، وهاعمل double quotation وهاعمل مثلًا هنا 3 نجوم وبعدين هاكتب mini ATM حلو، وبعدين هاعمل كمان 3 نجوم ماشي، مش مهم ال3 نجوم تعملوها بس أنا باحب إن يكون شكلها لطيف وكده، وهاعمل /n أدي slash وأدي n وهاعمل إيه كمان، خلاص كده السيميكولون. طيب في البداية إحنا الuser بيدخّل إيه، بيدخّل الID بتاعه، فأنا محتاجة أعمل متغير وهاسميه ID هاسميه I small عشان فوق أنا مسمية I capital والuser هيدخّله، فمحتاجة أعمل cn بس قبل ما أعمل cn هاقول رسالة للuser لو سمحت دخّل الID بتاعك، فآدي cout وهاكتب رسالة للuser وأقول له please بقى وenter أنا هاقول له enter على طول ماشي، enter your يا لهوي your إيه your ID ماشي، ID بسم الله enter your ID فهو آدي /n والّا نخلّيه يدخّلها في نفس السطر؟ خلّيه ندخّلها في نفس السطر فهاعمل نقطتين فوق بعض و وهانزل كده وهامشي السيليكون وهانزل بقى المفروض إن الuser هيدخّله يعني هاعمل cn وهيدخّل إيه، هيدخّل الID فتبقى cn الID وآدي السيميكولون حلو كده، استقبلنا من الuser الID طب حلو إحنا استقبلناه، هل يا ترى الID اللي استقبلناها موجودة عندي في السيستم؟ يعني موجودة من ضمن المصفوفة بتاعة الأيديهات، طب أعرف منين؟ أعرف منين؟ هاعمل for loop عادي جدًا تمشي لي جوه المصفوفة وتسأل لي أنت عندي والّا مش عندي؟ أنت عندي كده أهو فاهمين؟ ماشي نمشي شوية طيب نعمل for loop بسم الله الرحمن الرحيم for loop دي هاعمل متغير وأسميه هاعمل integer وليكن I والI ده هادّي له قيمة ابتدائية 0 وأدي السيميكولون والI ده أقل من مين؟ أقل من الاتنين لأن أنا عندي 0 و1 الindex 0 و1 صح كده؟ طيب أقل من الاتنين وأدي السيميكولون والI plus وهافتح القوس بتاع الfor وهانزل سطور. في البداية كده هو الشرط اللي محتاجين نحطه إيه؟ علشان نبحث ونشوف المصادر بتاعتنا محتاجين نحط الشرط إن الID اللي هو مثلًا وإحنا بنلف يعني معنى كلمة ID وإحنا بنلف يعني الID الsize بتاعه I عشان إحنا بنلف بI صح كده؟ لازم يكون بيساوي الID اللي الuser دخّله، فأنا هاعمل if condition وهافتح القوس بتاع الif واكتب دلوقتي إن الID اللي الindex بتاعه I أدي الI ودي إحنا اللي هو اللي فوق ده يعني اللي الindex بتاعه I لازم يكون equal عشان لازم يكون بيساوي الID اللي الuser دخّله اللي هو ده، لو هو طلع كده بالفعل إن الID ده بيساوي الID ده ماشي، فده معناه إن الindex هيبقى إيه، مش هيبقى -1 بقى، هيبقى الindex قيمته هتتغير وهيبقى الindex بتاع الI يعني الindex ده هيساوي الرقم بتاع الI، فهاكتب هنا الindex إحنا ممكن ناخدها copy
وهنا هنجيبها ونقول إن الإندكس ده أهو هيبقى بيساوي مين؟ الI، وآدي السيمي كولون. طيب حلو جدًا، دلوقتي كده إحنا محتاجين نعمل إيه كمان؟ يعني إحنا خلاص كده عملنا الإندكس. طيب لو طلع بقى إن هو مش بيساويه، يعني لو طلع إن هو مش بيساويه معناه إن الإندكس ما اتغيّرش، يعني معناه إيه؟ يعني معناه إن الإندكس -1 زي ما هو، خلاص هاقول له دلوقتي if condition إن لو الإندكس، أدي هافتح القوس، ولو الإندكس بتساوي -1، يعني إيه؟ هو أنا نزلت ليه؟ لو الإندكس بتساوي -1 يعني هو ما اتغيّرش. لا إله إلا الله. الإندكس بتساوي -1 يعني هو لسه ما اتغيّرش. بتساوي والّا equal؟ أكيد يعني لأ equal. لو إحنا كده بنحط قيمة، لأ إحنا لو عايزين نقارن فلازم تبقى equal. لو الإندكس equal -1 معناه إن هو ما اتغيّرش، يعني معناه إن الID مش معانا، فهاقول إن الuser ده not found، إن الuser ده مش عندنا، فهاطبع رسالة يبقى cout وهاقول له إن الuser ده مش عندنا، يعني هاقول له إن الuser not found. حلو كده. طيب ماشي الuser not found، وممكن نعمل /n وآدي السيمي كولون. حلو كده. طيب ماشي وبعدين والuser not found هيخرج بقى من البرنامج خالص، فكون إن هو هيخرج من البرنامج خالص يعني إن أنا هاعمل إيه؟ هاعمل return 0 عشان يخرج من البرنامج خالص، وآدي السيمي كولون. طيب حلو جدًا. دلوقتي بقى إحنا محتاجين نعمل إيه؟ إحنا خلاص أخدنا الID، ولو الuser خلاص طلع إن هو عندنا فهنعمل كده. طب في مثلًا قوس ناسياه أو حاجة، هنا الfor فتحنا لها القوس وقفلناه هنا، وبعدين عملنا if condition تحتها حاجتين، يبقى أنا محتاجة أفتح قوس. طالما if condition تحتها جملتين يبقى محتاجة أفتح لها قوس. حلو، علشان ما يفتكرش إن تحتها جملة واحدة بس، لأ هي تحتها جملتين. فعملت الif condition قوس. حلو كده، يعني تمام. دلوقتي كده أنا استقبلت الID، محتاجة بعد الID أستقبل الpassword صح كده؟ فأنا هاعمل متغير، والمتغير ده هاسميه bin، بس بsmall بقى علشان أنا فوق كنت مسمية بcapital. طيب يبقى bin بsmall، والمفروض إن الuser هيدخله. بس خلينا كده نقول له إيه while true، يعني while إن الكلام اللي فوق ده أصلًا كان صح، فآدي الwhile ماشي، وهافتح القوس بتاعها واكتب كلمة true. while true يعني طول ما الشرط اللي فوق ده كده خلاص، أو طول ما البرنامج اتحقق معانا وما خرجناش ولا حاجة، فطالما الكلام ده صح أنا هافتح الcurly bracket وهانزل سطور. يعني دلوقتي كده محتاجة إن أنا أستقبل الpassword من الuser، فأنا دلوقتي هاقول له رسالة وأقول له دخّل الpassword بتاعتك، فآدي علشان أكتب رسالة يبقى أقول له cout، وهاعمل كده أهو. وكمان هاكتب إيه بقى، يعني enter your pin صح كده؟ يبقى آدي enter وبعدين your وpin بقى enter your pin. طيب حلو، وخلّي بالك إن الpin ده أصلًا بيبقى 4 أرقام، يعني معروف إن الpin بيبقى 4 أرقام، فممكن أقول له رسالة وأقول له إن بين قوسين كده، يعني هافتح قوسين وأقول له إن هُم for إيه numbers صح كده؟ تمام. وأقفل القوس بقى وآدي هنا /n. طيب والّا نخلّيه يدخّلها في نفس السطر؟ خلّيه يدخّلها في نفس السطر، وبس نعمل إيه، نعمل نقطتين فوق بعض، وهنا الsemicolon. طب ما هو ممكن الuser ده يكون مثلًا إيه، يتذاكى عليَّ أو يدخّل رقم أكتر من 4 أرقام، ممكن يدخّل 5 أرقام، فأنا هاحط if condition، بس أنا قُلت له دخّله، فلازم ما ننساش نعمل الcn عشان نستقبله منه. آدي الcn وهيدخّل إيه ده! الcn أنتِ عاملة القوس غلط. آدي الcn وهيدخّل الpin اللي هو bin عادي. حلو، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أدي السيميكولون. هنسأله بقى سؤال إن هل يا ترى الرقم اللي اليوزر دخله ده هو 4 أرقام ولا 5 أرقام؟
فأنا ممكن أعمل الكلام ده إزاي؟ ممكن أعملها بطريقة كده، يعني نقول if condition ونقول إن البن ده أهو، لو كان البن أكبر من 999، يعني لو كان أكبر من 9999 يعني معناه إن هو أكبر منه، يعني بقى 10,000، يعني بقى 5 أرقام، صح؟ لو هو كان أكبر من الرقم ده يعني بقى 5 أرقام، فأنت ساعتها هتقول لي إن الإيه، إن النمبر أو إن البن must be only 4 أرقام، صح كده؟ فطالما يعني ماشي، نقول له دلوقتي نفتح القوس بتاع الإف ونقول له دلوقتي إن هاقول له رسالة يبقى see out، وهاقول له دلوقتي إن بسم الله الرحمن الرحيم إن البن أو the bin must be، يبقى إيه only 4 numbers. حلو كده؟ طيب ماشي، ونعمل slash n ماشي، ونخش كده وأدي السيميكولون. طيب هو لازم يكون 4 أرقام وهاكونتينيو بقى، وهاكونتينيو، وادي هنا السيمي كولون بعد كونتينيو. طيب لازم يكون 4 أرقام، وهاكونتينيو ازاي؟ يعني هاكونتينيو تاني وارجع أعيد له الرسالة اللي فوق علشان هو الشرط ما اتحققش، اللي هو قصدي إن الشرط خلاص كان أكبر منه، فأنا هاطبع له الرسالة دي وهاكونتينيو أطلع أعيد اللوب تاني الوايل، وأخليه إن هو يدخل 4 أرقام وهكذا. طيب في حالة بقى، في حالة إن لو البين خلاص أو هو ماشي دخل 4 أرقام، دلوقتي أنا هاسأله سؤال، ماشي، إحنا خلاص اتأكدنا إن هو دخل 4 أرقام، هاسأله سؤال، والسؤال ده بيقول ثواني كده، هو ده تبع الF، ماشي تمام زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي أنا محتاجة أسأله سؤال، صح كده؟ فالسؤال ده اللي هو إيه؟ هل يا ترى البن اللي اليوزر دخله موجود عندي والّا مش موجود عندي؟ أصل بُصّوا، أنا يعني هاعمل if condition وهافتح القوس، وهل يا ترى البين اللي اليوزر دخله، يعني هاكتب بين عادي جدًا، هل هو equal الحاجة من عندي، يعني إيه حاجة من عندي؟ يعني الindex، مش إحنا خلاص عرفنا الindex بقى I، فهل يا ترى هو بيساوي الindex، البن بتاع الindex، يعني البن مصفوفة بقى، المصفوفة اللي الindex بتاعها الرقم بقى اللي لقيناه خلاص، فهيشوف حاجة من الاتنين دول، هل هو حاجة من الاتنين دول والّا لأ؟ فهل يا ترى البن equal البن الB capital اللي هي المصفوفة اللي الindex بتاعها اللي هو الindex اللي إحنا مسميينه أصلًا index، صح كده؟ طيب ماشي، لو لقينا الكلام ده طلع صح، هاطبع له وأرحّب بيه وأقول له يالّا بينا نبدأ البرنامج، صح كده؟ فهاطبع له welcome. لو لقينا الكلام ده صح، إن لقينا خلاص الباسورد بتاعته عندنا، يبقى هو شخص مسجل عندنا ونطبع له القايمة خلاص، بس في البداية هاقول له welcome، آدي welcome، وأعمل له مثلًا كده أهو، بس دي رسالة، فين الdouble quotation؟ هيزعلوا مننا كده، الdouble quotation أهي عشان دي رسالة، وهاحط له كمان /n ننزل له سطر، إيه المشكلة؟ وهنا السيميكولون، وبعد لما خلاص كده وقال لي إن إحنا هنكمل أو إن هو welcome معانا، دلوقتي هنعمل إيه؟ خلاص هتقول لي welcome، وبعدين هتقول لي بقى break، هتخرج من الloop، أصل أنت هتحتاج الloop تاني في إيه؟ مش هتحتاج الwhile تاني، صح؟ مش هنحتاجها ولا حاجة، فهتقول لي break. طب لو كان أصلًا ما عملتش break، وأصلًا إن البن ما كانش بيساوي البن index، يعني ما كانش عندي، هانزل تحت كده أهو برّه الif خالص، وهاقول له إن لو ما كانش كده، يعني لو حاجة تانية يعني else، لو كلام غير كده، فأنت هتعمل لي إيه؟ هتقول لي حاول مرة تانية أو try again مثلًا، فهتقول لي كده أهو cout، هتقول لي try again. طيب ماشي، طب نفهم الكلام اللي إحنا كاتبينه، نعمل /n. لو هو كان غير كده، أصل هو لو لقينا الباسورد عندي، معناه إن هو الشخص ده عندي في السيستم، فأنا هاكمل معاه،
وهاعرض له القايمة اللي هاعملها بعد الإيه، بعد الloop تمام. طيب أصلًا محتاجة أعمل لها loop تانية، بس خلّينا نكمّل. الloop دي بتعمل إيه، بتخلّي الuser يدخّل 4 أرقام، بتشوف هل ال4 أرقام دول هل هو أصلًا دخّل 4 والّا أكتر. لو هو كان دخّل يعني لو هو كان دخّل رقم أكبر من ال4 فهيعمل إيه، هيطبع له الرسالة دي وهيcontinue يرجع تاني يطبع له البتاع ده، يدخّل تاني 4 أرقام. ولمّا يدخّلهم فخلاص يعني هيشوف الشرط، لو لقى الشرط ده متحقق هينزل على الإف التانية. هيشوف هل البِن موجودة عندي في الindex بتاعي، في المصفوفة بتاعة البنات بتاعتي، بتاعة الpassword بتاعتي اللي هي كانت فوق دي، هل البِن موجود؟ لو هيقول لي welcome وهيكسر من الloop وهيخش بقى تحت اللي إحنا لسه هنكتبه القايمة. لو لأ، فلو لأ هيطبع لي حاول مرة أخرى ماشي، وهيحاول مرة أخرى. ومحتاجة كده أقفل الأقواس، القوس بتاع الإف كده خلاص ماشي، والقوس بتاع ماشي. ده كده بتاع الوايل. else مش محتاجة أعمل لها قوس عشان تحتها جملة واحدة، فهانزل كده أهو. دلوقتي هل اليوزر محتاج يدخل حاجة تانية؟ هو لأ، مش محتاج يدخل حاجة تانية، بس محتاج إن أنا أعرض له القايمة صح كده. فأنا هاعمل integer. بسم الله، هاعمل integer والinteger ده هاسميه number، علشان النمبر ده اليوزر هيدخله ويقول لي هو عايز يعرض له إيه بالضبط. فآدي semicolon. هاعمل بقى while وأقول له إن طول ما الرقم اللي اليوزر دخله ده ما كانش بيساوي 4، يعني طول ما النمبر not equal كام 4، أنت هتعمل إيه، هتفتح الأقواس ده أهي ونعمل شغل جامد دلوقتي. طول ما اليوزر ما دخلش 4، عشان لو دخل 4 هنعمل إيه، هيخرج من اللوب خالص، معناه إن هو خرج من اللوب أو ماشي هيخرج من اللوب. اللوب دي بقى جواها إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا محتاجة أطبع له القايمة، وليكن القايمة دي هابتديها بإيه، نبتديها مثلًا بجملة ترحيب، والّا إحنا كتبنا welcome فمش محتاجين جملة ترحيب تانية. طب نبتدي القايمة بإيه؟ نبتديها على طول يا عم أهو، أدي see out. والقايمة دي بسم الله الرحمن الرحيم هاعمل ال/n. دلوقتي هاقول له أول حاجة إحنا عندنا number 1 الbalance. أنت عايز تستعلم عن الرصيد بتاعك، وآدي /n عشان ننزل سطر. طب حلو. تاني حاجة اللي هو مين، اللي هو لو أنت عايز تحط فلوس، اللي هو bot بقى. لو أنت عايز تحط فلوس نعمل دي capital يبقى bot money. حلو كده، هيحط فلوس ونعمل /n. وبعد كده رقم 3 اللي هو عايز بقى يسحب فلوس فهنسميها take money. حلو كده، هو عايز يسحب فلوس وهاعمل برضه /n. رقم 4 اللي هو آخر حاجة خلاص هيخرج من البرنامج، اللي هو هيدوس 4 يعني عشان يخرج، اللي هي كلمة نقول له exit. بسم الله. طيب حلو كده، ونعمل /n وأدي السيميكولون، نطبع له جملة تانية ونقول له اللي هو إيه choose number. اختار رقم من الأرقام دي. فيلا نطبع له جملة تانية see out. وهاقول له دلوقتي بسم الله choose a number. طيب هو هيختار number وليكن مثلًا -1 -2 -3 وهكذا. فيعني أنا عندي حالات إن هو يختار number، كل number يختاره محتاجة إن أنا أعمل له إيه، أعمل له شوية حاجات كده. إن هاقول له أول حاجة if condition لو الuser اختار number 1، يعني لو النمبر كان equal كام 1، فأنا هافتح دلوقتي القوس بتاع الif وهانزل هاقول له إيه لو النمبر equal مين 1 دي اللي هو بيستعلم عن الرصيد. فيعني هو دلوقتي اليوزر جاي يستعلم عن الرصيد، محتاجة أقول له رسالة إن الفلوس بتاعتك كذا صح؟ فهاعملها إزاي؟ هاطبع رسالة يبقى see out عادي جدًا.
وهعمل دبل كوتيشن عشان اطبع رسالة واقول له your money. بسم الله. your money كام؟ ممكن نعمل نقطتين فوق بعض وهنعمل ماشي your money بقى محتاجين ان هو نطبع الايه الماني بتاعته. الماني بتاعته اللي هي مين؟ اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الماني بتاعته دي اللي هي مين برضو؟ اللي هي اللي هي عادي الماني اللي في الاندكس بتاع اللي هو اللي طلع عندنا في السيستم، صح؟ فالماني بتاعته دي اللي هي اللي هي الماني اللي احنا عندنا كابيتال. تعالوا ناخدها كوبي من فوق عشان احنا هنقعد نجمع كتير. اللي هي دي اللي في الاندكس، بس هنشيل الاتنين ونحط مكانها اندكس. ادي كنترول سي وهنزل تحت. هنزل تحت انا هنا ماشي. هيطبع، خلينا نطبعها جنبها عادي مفيش مشكلة. وادي كنترول في. الماني بقى مش الاتنين، لأ، ده الماني اللي الاندكس اللي هو طلع معانا الاندكس ده واللي اتحدث خلاص بقى الاي اللي هو ده يعني. فنكمل كنترول في. فهو اللي هيطبع لي الماني بتاع الاندكس ده اللي هو الفلوس بتاعته ماشي. ادي السيمي كولون. طب هو دلوقتي لما هيطبعها ماشي، بس مش محتاجة منك حاجة تانية. فنقفل القوس بتاع الاف ماشي. ففي الحالة التانية بقى ممكن نعمل تعالوا نعمل هنا ايه end line عشان بس ننظم الكود. فنعمل end line وادي السيمي كولون. ما أنا عملتها مرتين السيمي كولون. طيب في الشرط اللي بعده ان ممكن النمبر ده يطلع كام؟ يطلع قصدي يختاروا اللي اليوزر يختاره يكون 2، صح كده؟ فادي كنترول في والنمبر ده ممكن يكون 2 وهفتح هنا القوس. هافتح القوس هانزل سطور. لو 2 اللي هو مين؟ اللي هو put money يعني اليوزر هيدخّل فلوس. فأنا دلوقتي محتاجة أسأله أنت عايز تدخّل كام؟ بس هو هيدخّل، يبقى أنا محتاجة أعمل متغيّر وآخده بالCN صح كده؟ فأنا هاعمل متغيّر وأسميه أنا عندي مثلًا من نوع integer هاسميه bot عشان هو هيدخّل ماشي. محتاجة إن اليوزر يدخّله لي، بس قبل ما يدخّله لي محتاجة أعرف هو هيدخّل كام. فأقول له cout هاقول له دلوقتي how much. أدي how much. ممكن أعمل بدل ما إيه how much وخلاص. أنت عايز تدخّل كام؟ فعايز تدخّل كام ممكن نعمل هنا اللي هي نقطتين فوق بعض عشان يكتب الرقم جنبها على طول. فهو عايز يدخّل كام؟ أدي السيميكولون هانزل تحت وأدي CN الbot هو هيدخّله لي بقى. يشوف مع نفسه كده هو عايز يدخّل كام ويكتبه لي وأدي السيمي كولون. طب كده خلاص هو اليوزر دخّله. اليوزر دلوقتي ضاف فلوس، معناها إن المصفوفة أو معناها إن الفلوس زادت، صح كده؟ يعني الفلوس دلوقتي إحنا حاطينها في الmoney المصفوفة بتاعة الmoney. فأنا هاخدها كنترول C وأنزل تحت. ده معناه إن الmoney ده أهي بس مش الإندكس بتاعها 2، لأ، أنا ما أعرفش الإندكس بتاعها كام. الماني اللي الإندكس بتاعها إندكس عادي جدًا اللي هو ده، ماشي. هي دلوقتي اتغيّرت. الماني دي كلّها اتغيّرت. ليه؟ بقت عبارة عن إيه؟ بقت عبارة عن الماني القديمة زائد الماني الجديدة اللي هي الbot اللي اليوزر حطّها، صح كده؟ يبقى زائد الbot وآدي هنا السيميكولون. كده أنا حددت الماني بتاعتي. ممكن أقول له علشان هو خلاص حَط فلوس أقول له مثلًا تم الإيداع بنجاح. ممكن أقول له done بدل تم ولا الكلام ده. إحنا ممكن نقول له done و هاعمل آدي هنا كده. ممكن أعمل نجمتين مثلًا وأقول له done وبعد كده تعالي نعمل نجمتين كمان وخلاص كده ونعمل slash n وآدي السيميكولون. طب حلو كده. كده اليوزر حط فلوس وحدثت القايمة عندي. ممكن بقى اليوزر يختار رقم 3 صح كده. أصل هو لو اليوزر اختار رقم 3 ده معناه تعالي نقفل القوس ونفتح القوس بتاع الإف وننزل سطور. هنغير دي وهنكتبها 3. 3 ده اللي هو مين؟ اللي هو take money إن هو بيسحب فلوس.
بيسحب فلوس، معناه إن أنا عندي متغير integer وليكن هاسميه اللي هو مثلًا take. حلو كده، هاسميه take وأقول له دلوقتي رسالة أنت عايز تسحب كام؟ فباقولها إزاي؟ باكتب cout عادي جدًا عشان هي رسالة وأعمل double quotation وأقول له مثلًا how much أنت عايز تسحب كام؟ فهاعملها أحطها هنا، وأنت عايز تسحب كام يا عم اليوزر؟ آدي السيميكولون، فهيقول لي أنا عايز أسحب كذا، كذا ده باخده إزاي؟ اللي هو CN، هيدخل رقم والرقم ده اللي هو مين؟ اللي هو التيك، صح كده؟ مظبوط، فهيدخل التيك وآدي السيميكولون. دلوقتي كده هو لما يدخل التيك معناها إن هو عايز يسحب فلوس معينة، ده معناه إن الفلوس اللي هي الإندكس ماني دي، الماني اللي الإندكس بتاعها كذا، بقت اتحدثت دلوقتي، بقت نقصت، صح كده؟ بقت عبارة عن بيساوي اللي هي الماني القديمة اللي كانت عندي بس ناقص اللي اليوزر دخله، يبقى ناقص التيك وآدي السيميكولون. اتحدثت معانا وكده خلصناها، وممكن أقول له بقى إيه اللي هو تم السحب بنجاح أو حاجة زي كده، فهعمل سي أوت وممكن أكتب له رسالة وأحط له مثلًا وأحط له نجمة، نحط له 3 نجوم عشان نستفزه إن هو سحب الفلوس، وهنا done ونحط له كمان 3 نجوم ماشي، عشان إحنا إيه بنحس أوي بالناس، فنعمل /n وأدي السيميكولون. خلاص كده؟ طيب ماشي، كده يعني إحنا محتاجين بقى خلاص بعد ما نخرج من الloop، أصل برضه إحنا ممكن نعمل حركة والّا مش ممكن نعملها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده إحنا خرّجنا من الloop بعد لمّا نقول له done ونخرج بقى خالص من الloop، في الآخر خالص لمّا نخرج هو هيخرج من الloop إزاي؟ لو حط 4 عشان أنا قايلة له while أهو while الnumber ما بيساويش 4، لو بيساوي 4 اللي هو exit، فالuser هيدخّل 4 هيقوم مخرّجه من الloop ونطبع له رسالة. خلاص كده هنخرّجه من الloop ونطبع له رسالة نقول له مثلًا thanks، نقول له لا إله إلا الله، نقول له إيه thanks thanks، ممكن نقول له goodbye أو bye bye حاجة زي كده يعني، نقول له مثلًا bye ونعمل له دي و وإيه ممكن /n وأدي السيميكولون، هو كده خلاص نقول له باي باي والكلام ده، نقول له بقى في الآخر return 0 مع إني أصلًا ما باقولهاش بس نقول وخلاص، آدي return، هي فين مش شايفة أنا كتبت إيه return 0 وأدي السيميكولون ونقفل بقى القوس بتاع الint main، نقفل القوس بتاع الint main وكده إن شاء الله يا رب اليوزر يا رب قصدي البرنامج يشتغل معانا بكل سهولة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل run، يلا بسم الله run، هيرن معانا 1 2 3 يلا run معانا run، ما عندناش error، إحنا صح عندنا error. الerror هنا بيقول إن أنا عندي integer money عندي 1000 و5000، الerror فين بس بجد الerror فين؟ هنا money ماشي، أنا عندي integer وmoney وهنا الindex 2 وكتبناها يا حلاوتي، أنتِ ليه كاتباها في القوس ده؟ لأ، ده إحنا بنكتب في قوس curly bracket عادي، فشُفتوا الغلطة فين؟ شُفنا الغلطة فين، مع إن كنا بنقول إحنا ما عندناش غلطات والكلام ده، يالّا بسم الله، هيرن بقى كده معانا 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا error break ما حطيناش الsemicolon، بتحصل في أحسن العائلات ما فيش مشكلة، يالّا بسم الله الرحمن الرحيم. هتشتغلنا بقى، عندنا إيه هنا إيه cout نسينا، بتحصل برضه في أحسن العائلات والله عادي جدًا، 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 ولا يهمني، يالّا بسم الله الرحمن الرحيم، يالّا هيرن، ما تجننيش هترن بقى، الحمد لله، نسقّف تسقيفة عشان إحنا شطورين، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي في البداية دوّة مني ATM وenter الID بتاعك، الID بتاعي مثلًا 11 enter، دخّل الباسورد 1 2 3 4، يا لهوي! استنوا بس إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل ده؟ في حاجة غلط خلّت إن في infinite، طب أنا بُص هاغطس في الكود أشوف إيه الغلط ونرجع إن شاء الله.
بجد مش هتصدقوا الإيرور عندي كان في حاجة يعني متتوقعهاش أبدًا. إحنا لمّا بنسأل دلوقتي كده إن لو النمبر بيساوي 1 لو النمبر بيساوي 2 لو النمبر بيساوي كذا، هو أصلًا إحنا دخّلنا النمبر ده، يعني إحنا قُلنا integer number ما دخّلناهوش، يعني المفروض نيجي هنا ونقول cn النمبر صح كده؟ فآدي cn والuser هيدخّل دلوقتي مين؟ هيدخّل النمبر اللي هو ده. طيب هنحطه هنا، فدلوقتي الuser هيدخّله. هل ما هو أنا بقى كنت عدّلتها ماشي، يعني أنا كده عدّلتها مرّتين لأ، تمام، فالغلطة إن إحنا ما دخّلناش الnumber. طيب ماشي، في حاجة تانية والّا إيه؟ أعتقد لأ، ما فيش حاجة تانية. بس كان أعتقد في حاجة أنا عدّلتها غير دي، إن هنا في رقم 3 عدّلت حاجة. في رقم 3 هنا لمّا كان الuser بيدخّل الCN بيدخّل خلاص الرقم اللي إحنا عايزينه، كنا بنقول على طول إن هو الmoney بقت كذا، اتحدّثت. طب ما هو الuser ممكن إن هو عايز يسحب رقم، الرقم ده أكبر من الرقم اللي هو حاطّه في الsystem. مثلًا هو الuser ده حاطط عندنا 1000 عايز يسحب 1500 هينفع؟ لأ مش هينفع. يعني أنا البرنامج كنت عاملاه كان بينفع عادي جدًا، مش عارفة يعني كان بينفع، لكن لأ، إحنا المفروض نيجي بعد كده نقول له شرط إن هل يا ترى اللي الuser عايزه الtick اللي الuser عايزه ده عايز يسحبه أكبر من الفلوس بتاعته، يعني إحنا هندوّر في المصفوفة اللي الindex بتاعها خلاص اللي إحنا لقيناه بتاع الuser، هل اللي هو عايز يسحبه أكبر من الموجود عندي؟ لو هو هتطبع لي وتقول لي إن الmoney دي مش كافية وحاول مرة تانية، لو هو لأ يعني غير كده else بقى هنكمل عادي اللي هو الmoney هتتحدث هتبقى هنطرح منها الmoney اللي هو سحبها وهنقول له done ونخلّص البرنامج عادي جدًا. فدي بس الحتّة اللي أنا ضفتها. هنعمل دلوقتي run. بسم الله الرحمن الرحيم، فهنrun دلوقتي هيقول لي اكتبي الID 11 الباسورد 1 2 3 4. طب ماشي كده البرنامج شغال معانا الحمد لله، بيرحّب بيّا وبيقول لي ال1 عايزة تعليمي عن الرصيد فأنا هادوس 1. قال لي أنتِ معاكِ 1000 جنيه. 2 لو عايزة تزوّدي فلوس أو تحطّي فلوس أدي 2 هاحط كام مثلًا، هاحط 500. 3 لو عايزة تسحبي فلوس فآدي هاسحب، هتسحبي كام، هاسحب 800. قال لي done إن إحنا سحبنا ماشي، ولو عايزة أستعلم عن الرصيد تاني هادوس 1 قال لي أنتِ كده معاكِ 700. عايزة أخرج من البرنامج هادوس 4 وكده الحمد لله خرجنا من البرنامج قال لي شكرًا ومع السلامة. عايزة بقى تخرجي دوسي أي حاجة وهيخرج خالص من الشاشة دي. فالمهم كده إن إحنا الحمد لله عملنا system الATM بنفسنا. يعني كان mini system كده عرفنا الlogic بتاعه يكون عامل إزاي. عرفنا إن إحنا نعمله إن شاء الله بإذن الله برضه منتظرة إن أنتم كلكم تعملوا الsystem ده بنفسكم برضه، وتشوفوا إيه الأخطاء اللي بتقعوا فيها، يعني هو على قد ما هو سهل جدًا، هو يعني ده يعتبر أول تدريب عملي بعد لمّا تتعلموا الأساسيات، لإن هو ما فيهوش أي حاجة خالص كله CN وCout وIf condition وwhile وfor وحاجات بسيطة أوي. ما دخلنا والarray كمان ما دخلناش خالص في الOOP ولا الكلام ده، يعني مشروع day done اللي كنت عاملاه قبل كده واللي أخدت فيه الرفض وشاركت في المسابقة وما فُزتش والكلام ده كله، فكان بجد كان مليان OOP وكان مليان extract وكده، فإن شاء الله برضه هاسجّل له فيديو يمكن بعد الfinal مش دلوقتي خالص. بس يعني أتمنى بجد إن أنتم تكونوا استفدتوا إن شاء الله من الفيديو ده، وإن شاء الله المشروع الجاي أو الproject الجاي تستفيدوا منه أكتر. وممكن يكون ديدان أو حاجة تانية، الله أعلم بقى، فأشوفكم على خير إن شاء الله يا رب، يالّا مع السلامة.